بص بقى عزيزي المشاهد، فيلم النهارده هو اجدد فيلم نزل السنه دي، جرعه مليئه بالاكشن والاثاره والتشويق، وده لان بطل فيلمنا النهارده هو شخصيه مركبه خارقه لابعد الحدود، وعنده مبدا واحد بس في الحياه، وهو اللي يغشنا يا ويلو يا سواد ليلو، ايام امه هتكون سواد. المهم يعني دوس لي لايك حالا مالا فعلا، لاني متاكد ان الملخص ده هيعجبك 100%. كل اللي عليك بس انك تصبر معايا عشان تفهم ابعاد القصه، ويلا بينا نستمتع بالملخص. بيبدا الفيلم بجوبي وهو بينزل من على الموتوسيكل بتاعه وبيدخل يقعد في مكان شبه المطعم، بيتعرف فيه على راجل وست قاعدين، وبيعرفهم على نفسه ان اسمه جوبي وابوه اسمه الحاج بوريدي. والراجل لما بيعرف ان ابن بوريدي بيقول انا اعرف ابوك ده راجل نصب عليا في فلوس كتير فحت. جوبي بيقول له من فضلك اتكلم بأدب عن بابا، ولكن الراجل ومراته بيفضلوا يقولوا على ابوه انه محتال ومخادع، وجوبي كان مصر انه يدافع عن ابوه. وخلينا واخدين بالنا ان في بنت صغيره قاعده مع جدها الراجل الكبير في السن، لان فجاه بتتحدف عليهم بلطه وبترشق في شجره، وهنا بتدخل عصابه وهدفهم بيكون انهم يخلصوا على البنت الصغيره. وطبعا بطلنا جوبي المخضرم بيتصدى لهم وبيلطش فيهم واحد ورا التاني، بيدخلوا عليه بساطور بيركبهم الحنطور وبيقاتل بكل شياكه واناقه، فبيمسك التاني والتالت يطيرهم في الجو وهو بيتمشى، والراجل ومراته برا مندهشين من قدرته الخارقه على القتال. جوبي بيضرب اتنين في واحد وبيكسر المكان كله، بل وكمان بيكسر باب التلاجة بيهم. بيمسك واحد من رقبته يقول له ازاي تجرؤ تناديني باحمق، وبيخلص عليهم بامان وسلام. بعد كده يقول للراجل ومراته دول شتموني قالوا لي احمق، والراجل بيقول له سامحني من فضلك بليز، انا ما كنتش اقصد ازعلك. بعد كده جوبي بيسال الحاج الكبير هم ليه كانوا عايزين يخلصوا على البنت، فبيقول له دول عايزين يخلصوا عليها لانها شاهده في قضيه. ولما بيعرف انه من المكان هنا بيقول له على كده انت تعرف عمي جالي، وبنروح لعمه جالي وهو مع شركائه في الشغل اللي بينصبوا عليه بيهزقوه وبيعطفوا عليه عن طريق انهم يدوا الفاكهه الفاسده واللبس التعبان. وبنفهم ان جالي ده المرمطون بتاع صحابه، بينظف وراهم ويشتري لهم طلباتهم وما الى ذلك. بيجي جوبي يتعرف عليه وبيقول له انا جوبي ابن اخوك بوريدي، وجالي بيقول له قطعوا قطعه سيرته، ابوك رماني لشركائنا وخلاهم ينصبوا عليا وياخدوا حقي بعد ما هو نصب عليهم. يا عم امشي من هنا، انا مش عاوز اعرفك ولا اعرف ابوك. على جانب تاني بقى بنروح لزعيم العصابه وهو بيهزقهم عشان ما قدروش يخلصوا على البنت. وخلونا نرجع فلاش باك سريع كده اعزائي المشاهدين نعرف ايه هي قصه هذه البنت. زعيم العصابه الاسمراني ده بيشتغل مع زعيم عصابه اكبر منه، والزعيم الكبير اسمه قريشي وقائد جماعه مرهبيه كبيره جدا. عزيزي المشاهد شغل دماغك معايا، انا بقول مرهبيه اكيد انت عارف انا اقصد ايه. الجماعه دي بتنفذ عمليات متفجرات وحبشتكنات على مستوى الهند كلها. المهم ان زعيم العصابه الصغيره اخوه بقى بيشتغل مع المخابرات، وعرف ان اخوه بيعمل عمليات مشبوهه فقرر يبلغ عنه. والزعيم قريشي اكتشف انه خاين وقرر يخلص عليه، والاول بدا بالمعون بتاعه. الزعيم الصغير بقى بيروح لاخوه بيعرفه انه عارف بخيانته وانه بلغ عنه من الشرطه، والاتنين بيمسكوه عشان يخلصوا عليه. والزعيم الصغير اسمه باتشي راجو، والمفروض انه يترشح في الانتخابات ويساعد العصابه في تنفيذ مخططاتهم. والمفاجاه بقى ان البنت الصغيره كانت شايفاهم وهما بيخلصوا على الراجل الطيب، بيروحوا عشان يخلصوا عليها والبنت بيغمى عليها من الخوف. وهنا بتظهر المدرسه تنادي عليها باسم درشانا وبياخدوها بسرعه. وقريشي بيقول لباتشي راجو انه لازم يخلص على البنت الصغيره دي قبل ما تتعرف عليهم. وبالفعل البنت بتتعرف على باتشي اللي بيظهر في التلفزيون وبتعرف جدها. ابوها بيتصل بجدها وبيطلب منه يخفي البنت ويعتني بيها. واللواء هام في الجيش الهندي بيقول انهم هيتصدوا لهذه الجماعه المهربيه. كده بعد ما عرفنا القصه خلونا نرجع للحاضر تاني ونشوف باتشي وهو حزنان مدريان، لان البنت لو اتعرفت عليه وبلغوا الشرطه عنه هيروح في داهيه. على جانب تاني بقى جوبي بيظهر قدام شركاء عمه، واللي بيكون منهم الراجل اللي شافه وهو بيضرب الناس. جوبي بيقول لهم انا ابن بوريدي، وكلهم بيقولوا له انت ابن الراجل النصاب ده، نصب علينا في فلوس كتيره جدا. فبيقول لهم وده ما يمنعش انكم نصبتوا على عمي جالي. عمي جالي حقه معاكوا 350 مليون، انتوا عملتوا الفندق الكبير ده وعمي المفروض انه شريك معاكوا. وبينما شركاء عمه بيتعصبوا عليه ويشتموه، كان الراجل الاولاني بيحاول انه يهديهم لانهم ما يعرفوش جوبي ممكن يعمل فيهم ايه. وبالفعل جوبي بيلقنهم درسا قاسيا وبيعلمهم الادب، وكلهم بيتضربوا ما عدا الراجل اللي شافه في اول الفيلم لان من خاف سلم. جوبي بيقعد معاهم وبيقنعهم يرجعوا لعمه حقه ويكتبوا له نصيبه من الفندق الضخم بتاعهم واللي اسمه البنت هاوس. وبالفعل رجال الاعمال كلهم بيقتنعوا وبيكتبوا لعمه نصيبه من الفندق وكمان بيدوا له الارباح. وجوبي بيشتري لعمه هدوم اخيرا وبيقعده في مكان نظيف، وعمه بيشكره على كده وبيقول له انا هجوزك البنت اللي انت تتمناها يا ولدي. بعد شويه بيروح هو وعمه لبيت شريكه ومراته، وعمه جالي بيكون شياكه واناقه على الاخر. بيتفضلوا يدخلوا اهلا وسهلا، وعلى الاكل عمه بيقول لهم انا بدور على عروسه لابن اخويا، والزوجه
بتقول لهم احنا فعلا بندور على عريس لبنتنا. في الوقت ده بيظهر ابن خالة بنتهم بيتعرف على جوبي بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ الشخص ده هو اللي سرق العقد بتاع سميرة. جوبي بيقول لهم انتوا اهل سميرة، وبعدين بيخرج بره في البلكونة وهو بيضحك. عمه بيسأله بتضحك على ايه، بينما ابو سميرة بيسأل الولد عرفني ايه اللي حصل يا ولدي. بيقول له لما كنت في ايطاليا مع سميرة حدث شيء غريب جدا يا عمي. وبيبدا يحكي له انهم لما كانوا في ايطاليا مع سميرة، وسميرة بتشتغل في صناعة الافلام ككاستم ديزاينر، مصممة ازياء. يعني يا عزيزي المشاهد خليك مثقف كده. سميرة بتكلم المخرج وبتعرفه انها تشتري الهدوم اللازمة في الوقت المحدد وهتكون في الموعد كمان. وطبعا لانها مش بتكون عارفة اي حاجة في ايطاليا ما بتصدق انها تلاقي شخص بيتكلم هندي، والشخص ده بيكون جوبي اللي بيفهمهم انه سواق وبيشتغل على عربية بيلقط اكل عيشه. بيدور حوار بين جوبي وسميرة، وبنفهم ان جوبي ده رجل المبادئ اولا، والغريب انه بيفهم سميرة ان ابوه مريض بمرض وحش بعيدا عن اعين السامعين. بتتعاطف معاه وبتوافق تدفع له الاجرة المحددة. وفي العربية جوبي بيعرفهم انه عنده صديق مقرب بيدير فندق وممكن يتوسط لهم عنده ويخليه يعمل لهم ديسكاونت. بالفعل بياخدهم عند صديقه المقرب، وهنا بيسمعوا صوت جوه شنطة العربية، ولما بيفتحوها بيلاقوا جوبي مكتف شخص وبيقول لهم ده نصب عليا في بطارية عربية، عموما سيبكم منه انا هتعامل معاه. لما بيدخلوا للفندق سميرة بتشوف ان جوبي مكتف الشخص اللي كان معاه في العربية وبيصوره. مدير الفندق بيعرفهم انه كده بيعلمهم الادب، بينما ابن خالتها بيقول لها واضح انه جوبي ده مختل عقليا. جوبي بيظهر بيقول لها الشخص ده نصب عليا وهو مخادع، وانا جيت وراه لحد هنا عشان اعلمه الادب. بالليل جوبي بيتكلم مع صديقه عن سميرة وانها بتاكل وكانها جعانه ما شبعانه. بيروح يتكلم معاها وسميرة بتكذب عليه، بتقول له ان ابوها هو كمان عنده كانسر. بيعرفها انه ممكن يساعدها في هذا الامر لكنها بتسيبه تمشي. ثاني يوم صباحا بتلاقيه ماسك واحد كمان وحطه مع الاولاني، وبيقول لها ده نصب عليا وباع لي دجاج بايظ، والحاجه البايظه اكيد هي اللي سببت الكانسر لابوكي. المهم انه بعد ما بيوصلهم تاني يوم بيكتشف ان سميرة نسيت موبايل، وبعد شويه ابوها بيتصل بيها فجوبي بيرد عليه وبيعرف منه انه مش تعبان ولا حاجه. واضح ان سميرة بتغشه وتخدعه ودي اكتر حاجه هو بيكرهها في حياته. بيروح لسميرة وهي مع اصحابها بيقول لها انت كدابه وغشاشه واكيد كمان بتغشي في شغلك، طبعا لازم ميزانيه الافلام تكون غاليه والفن يبوظ، انت انسانه مش تمام. هنا سميرة بتقول له انت كمان بتكذب على فكره لانك مش بتشتغل سواق تاكسي، بالاضافه لان الافلام الكلاسيكيه الناجحه بتنجح عشان يشتغل فيها مبدعين زي كده. الفلوس عمرها ما كانت مهمه، انت بس اللي عاوز تمشي كل حاجه على مزاجك. بتسيبه تمشي وجوبي حزنان مدريان وصاحبه بيحاول يخفف عنه، وبينما هي ماشيه في حواري ايطاليا مع ابن خالتها بتظهر عصابه فجاه عشان تخطفها. ابن خالتها بيفضل يتصل بجوبي والاخير بيكنسل لحد ما بيرد اخيرا وبيعرف منه اللي حصل. سميرة بتكون مخطوفه من عصابه بتخطف الفنانات الفتيات، وهنا بيظهر جوبي ينكل برجال العصابه واحد ورا الثاني، وكالعاده بيقاتل بكل وسامه وشياكه. وباقي الاعضاء بيسيبوا سميرة واللي معاها، وسميرة بتدخل في حضن جوبي. سميرة بتكلم المخرج وبترجع له فلوسه ومش بتغش في الميزانيه، وبكده بتكون اتغيرت وبقت انسانه جديده. وفي اخر السفريه سميرة بتكون واقفه مع جوبي بتقول له الايام مرت سريعا بسرعه، في عقد هيكون امانه معايا عاوزك انت تروح تستلمه بدالي. وبالفعل جوبي بيقول لها عينيا انا اروح استلمه. وفي اليوم المحدد وهم مستنين جوبي مش بيجي في ميعاده، وسميرة بتشعر انه كده خانها وسرق القلاده. بنرجع للحاضر وعمه بيقول له طيب انت ليه سرقت القلاده؟ فبيقول له انا ما سرقتهاش ولا حاجه، انا جاي عشان ارجعها يا عمو. وبيدخل لسميرة يرجع لها القلاده، وبيعرفها انه هو في طريقه للمطار واجه بعض المشاكل وكمان فقد موبايله، ودلوقتي حان الوقت انه يرجع لها القلاده. وسميرة بدورها بتشكره على امانته وانه انسان قوي بجد فعلا. طبعا ابو سميرة وامها مش بيعجبهم الرومانسيه بين الولاد ومش راضيين بنتهم تتجوز ابن برودي النصاب، عشان كده بيروحوا لسمسار جوازات وبيطلبوا منه يدور على عريس لبنتهم، ويا ريت كده يكون شاب مقرش ومعاه فلوس كتيره فحت. السمسار بيطلب منهم انه يقابل سميرة بنفسه عشان معظم الجوازات اللي كان بينظمها البنات بيهربوا منها، وبالتالي هو محتاج يسال سميرة عشان يعرف هي موافقه على الجوازه دي ولا لا. بيروح بالفعل وبينظموا اللقاء المأذون مع سميرة، ولكن الاهل بيخدعوها وسميرة بتكون فاهمه ان السمسار ده بيبيع كلاب، بينما السمسار مقتنع ان سميرة بتدور على عريس، وده سوء تفاهم كبير هيبوظ الدنيا ونحتاجه بعد قليل عزيزي المشاهد. المهم بس تركز معايا عشان اللي جاي دمار شامل على الكل، فدوس لايك حالا مالا فعلا واشترك في القناه. لما المأذون بيخرج بيقابل جوبي وعمه وبيعرفهم انه هنا عشان سميرة طلب عريس من خلال المكتب بتاعه، ده بيخلي جوبي حزين جدا ومش من مصلحتهم جوبي يحزن خالص. وذات يوم بيكونوا منظمين عيد ميلاد للبنوته الصغننه، والغريب ان في صله قرابه بين جده وسميرة وابوها، وهنعرف كل حاجه في نهايه الفيلم.
الفيلم. كل الالغاز تتحل بعد قليل. عزيزي المشاهد اصبر عليا لو سمحت، مش كل شويه تستعجلني. في يوم عيد ميلاد البنوته جدها بيجيب كتاب يوميات امها اللي بتكون سايباها هديه لبنتها تقراه يوم عيد ميلادها لما تكبر وتفهم. البنوته بتطلب من جوبي هو اللي يقرا لها الكتاب بحيث البنت تعرف اللي حصل لامها. بنرجع بقى للماضي وبنشوف ام البنوته درشانه مع جوزها عند الدكتور، والدكتور بلغهم انها مريضه بسرطان الثدي ولازم تسقط الجنين اللي في بطنها وتبدا فورا العلاج بالكيماوي. ولكن الام بترفض وبتقنع جوزها بعد كده انها تقاتل وتصمد لحد ما تولد بنتها وبعد كده تتعالج عادي. وبتمر الايام وماما بتكتب اليوميات وماما بتقضي ايامها وبطنها بتكبر. وطبعا كل ده جوبي بيحكي للبنوته لحد ما بيجي يوم الولاده وبياخدوا الام للمستشفى عشان تولد، وبنشوفها بتولد درشانه بامان وسلام. والصدمه بقى ان حياتها بتنتهي بمجرد ما بتولد بنتها. بنرجع للحاضر وهم بيحتفلوا بعيد ميلاد درشانه وجوبي بيديها ساعه هديه كتعبيرا عن حبه ليها واهتمامه بيها. على جانب تاني العم جالي بيقابل اخوه بالردي وبيساله عن ابنه جوبي، وبيكتشف ان جوبي اللي يعرفه مش ابن اخوه ولا حاجه. بيروح له جوبي يساله انت ازاي تكذب عليا؟ فجوبي بيقول له انا ما كذبتش عليك ولا خدت منك حاجه، بالعكس انا جبت لك حقك لانك كنت مظلوم من شركائك. جالي بيقول له طيب ازاي كنت بتغضب لما كانوا بيشتموا بالردي اخويا؟ فبيقول له اي والد هو والدي وكل العائلات هي عائلتي. على جانب تاني العصابه بتبعت واحد يخلص على درشانه في حمام السباحه، بالفعل بينط عشان يغرقها. وفي الوقت ده بيظهر المنقذ الناري جوبي وبينقذ البنت من رجل العصابه اللي بيهرب ولكنه بيفضل وراه ويديني ما انا سايبه. بتحصل مطارده من مكان للتاني واخيرا عربيه بتخبط رجل العصابه تخلص عليه. بعد اللي حصل بيجي رجل من الشرطه وبيقول لهم انا لازم ابعتكم لمكان امن، وبياخد موبايل الجد وبيديله موبايل تاني عشان ما حدش يتعاقبهم وبيخليهم يروحوا لجزيره منعزله. وبينما درشانه قاعده مع الجد بتقول له امتى هرجع المدرسه بقى يا جدو؟ وبيقول لها لما بابا يرجع لحبيبتي هترجع للمدرسه. والصدمه ان في هذا التوقيت بيظهر رجال العصابه وازاي يعرفوا مكانهم يا ريت تشاركوني بقى في التعليقات اعزائي المشاهدين. رجال العصابه بيدخلوا ومعاهم العده لزوم التخليص على الناس وبيبداوا في مطارده درشانه والجد. الاخير بيحاول يفلت منهم بكل الطرق الممكنه ويهرب بالبنت، بيجري من الازقه من مكان للتاني ولكن العصابه بيحاصروهم وبيضربوا الجد وقعوا على الارض. بيجي واحد منهم يخلص على درشانه وهنا بيظهر المنقذ الناري الرجل المناسب في المكان المناسب وبينقذ منهم درشانه، وبنعرف انه عرف طريقها عن طريق الساعه اللي اداها لها هديه. بيمسك رجال العصابه ينكل بهم ويصنع منهم البطاطس المقرمشه واحد ورا الثاني، هوبا يمين هوبا شمال، فين يوجعك خد تعالى. والاخير بيديله بالنبوت في دماغه يخلص عليه. وللاسف بيجي لهم رجاله تاني من العصابه فجوبي بيحط البنت على الارض وبيروح لهم يديهم من المناء اخضار. بيقاوم ويقاتل بكل شراسه وشجاعه ولكن الصدمه ان بيظهر واحد من ورا درشانه ومع مسدس وبيطلق عليها النار بيخلص عليها وسط نظرات حسره ودهشه وحزن من جوبي ومني انا شخصيا. في لحظه الضعف دي رجاله العدو بينزلوا ضرب طحن عجن في جوبي، بيكونوا ماسكينه وهو مش مصدق نفسه هل كده خلاص فعلا درشانه راحت وودعت. جوبي بيغضب وبيطلع الوحش اللي جواه وبيمسك الرجاله يعجنهم بكل قوه وهاتك يا ضرب وفينك يوجعك. بيخلص عليهم واحدا ورا الاخر ويصنع منهم البطاطس المقرمشه والحرنبيطه يا اصدقائي. الاخير بيحاول يخلص عليه بالمسدس وجوبي سوبرمان بيطير وينط ويفط ويلحقه قبل ما يوجه له الطلقه الاخيره. بعد كده بينزل في ضرب لحد ما بيخلص عليه بطريقه لا تتمناها لاعد اعدائك عزيزي المجاهد الناري، ومشيها اعد اعدائك يا صديقي لا تدقق. جوبي بيرجع بسرعه يطمن على درشانه وبياخدها في حضنه وهو حزنان مدريان هل كده خلاص البنت دي ودعت ولا هتعيش ولا ايه بالظبط. في هذا التوقيت الجد بيفوق وبيروح لهم هو كمان والحمد لله عزيزي المشاهد افرح معايا. بياخدوا درشانه للمدرسه وبتكون لسه بتتنفس. تقريبا فرحتي بانها حيه اكتر من فرحتي بجوازي. على جانب تاني قريشي زعيم الاشرار بيكون حزين على اخوه اللي لسه جوبي مخلص عليه وعامل منه بطاطس محمره وبيتكلم مع زميله بيقول له انا هخلص على البنت واللي بيدافع عنها بنفسي. على الجانب التاني الدكتور بيعرفهم ان العمليه نجحت وجوبي هتكون بخير الحمد لله بجد. وبنرجع تاني لقريشي بيطلب منهم يبعتوا له صوره جوبي عشان يخلص عليه. رجال العصابه بيروحوا عشان يسالوا عن جوبي وعمه بيقابلهم ويقول لهم ده ابن اخويا حبيبي الغالي. بينما على جانب درشانه بتشوف الاخبار وبتتعرف على الشخص اللي خلص على اخوه والجد الغلبان بيتصل بالضابط يقول له درشانه تعرفت على الجاني ايها الضابط. والضابط الخاين الغشاش بدوره بيعرف زعيم العصابه اللي اسمه باتشي اللي بيسال مدير الحمله الاعلانيه بتاعته بيقول له هم عرفوني ازاي. فمدير الحمله بيقول له انا مسيطك على الاخر يا برو وحاطط صورتك مع اخوك في كل مكان عشان الناس يتعاطفوا معاك ويصوتوا لك. فبيقول له كده هيصوتوا عليا مش هيصوتوا لي. على جانب تاني الجد
جاد بيعرف جوبي انه كلم رجل الشرطه، وجوبي بدا يشك في الامر. العصابه بياخدوا العم جليل باتشي اللي بيقول للعم وريني صوره جوبي ده وبعتها لي عبر الواتساب، فبيقول له موبايلي فصل شحن ومحتاج يتشحن، معكش شحن دبوس. فالزعيم بيقوم رجالته يجيبوا شحن دبوس بسرعه، وبينما قريشي ورجالته رايحين المستشفى كان جوبي اخذ البنت والجد والعائله كلها وخلعوا من المكان بسرعه. قريشي بيفضل وراهم عشان يلحقهم، وفي الوقت ده بيظهر رجال العصابه تانيين جداد جدا. المهم انهم بيخبطوا في عربيه قريشي وبتحصل بينهم مشاده، ولكن قريشي بيسيبهم وبيخلع. بيجي لهم راجل الشرطه اللي بيطاردهم عشان يخلص عليهم، بيسالهم عرفوني فين رئيسكم، فبيقولوا له رئيسنا في السياره اللي بتهرب هناك داي. واللي بيحصل انه كلهم بيروحوا محطه القطر. قريشي بيطارد جوبي والعيله، بينما رجل الشرطه الجديد بيطارد قريشي. على جانب العائله ابو سميره بيكتشف حقيقه جوبي وان الحاج ابو ردي ما يبقاش ابوه ولا حاجه. بيروحوا لجوبي يقولوا له انت كذاب، انت جذبت علينا وانت مش ابن ابو ردي ولا حاجه. وابو سميره بيفضل يستفزه ويشتم ابوه عشان يضربه، وسميره تشوفه هو بيضربه، فسميره بتغضب وبتيجي تزعل جوبي تقول له انت مخادع، وبعدين ليه بتضرب بابا؟ جوبي بيقول لها انا مش هقدر اشرح لك حاجه دلوقتي، وبيسيبهم ويمشي. وابو سميره وامها بيستغلوا الموقف ويسخنوه عليه اكتر. بعد شويه ابو سميره مش بيقول لاقي تذاكر، فالكمساري بيقول له التذاكر كلها خلصت، ولكن في شخص تاني من عيله سلمان خان مع تذاكر. الشخص ده فاقد ذاكره وكل يوم بينزل يدور على عيلته بالكامل، وانتوا لو عايزينه يديكوا تذاكر روحوا له بها اقنعوه انكم اهله، هو كده كده بيفقد الذاكره وعبيطه ما هيصدق. وبالفعل بيروحوا بيكون اسمه جوبي وبيقنعوه انهم اهله عشان يديهم التذاكر. بيديهم التذاكر وبينطلقوا معا الى القطار. في نفس الوقت ده قريشي ورجالته بيدوروا على البنت عشان يخلصوا عليها. العيله كلهم بيدخلوا القطار يقعدوا، وجوبي القديم بيفهم جوبي الجديد انه يبقى حبيب اخته اللي هي سميره، وان البنات الصغيره دي تبقى بنت اخوه اللي لسه ما جاش معاهم. على جانب قريشي بيظهر رجل الشرطه بيحط الكلبشات في ايده، واللي خبطهم بيعترفوا عليه ان هو الزعيم بتاعهم، وكلهم بيركبوا القطر مع بعض مجرمين في مجرمين. في القطر بقى جوبي بيحاول انه يحنن قلب سميره لكنها مش بتعبره. المهم يعني ان في القطر بيحصل حبه هزار زي الفل ملناش دعوه بيه، لحد ما بتيجي اللحظه الحاسمه ورجاله قريشي بيهاجموا القطر، وجوبي بيتصدرهم وبيضربهم كلهم بالقلم بتاع الكمساري اللي بيكون مش مصدق ازاي جوبي قادر يعمل كده. جوبي بيقول له لا مش انا اللي ضربتهم، انت اللي ضربتهم بالقلم بتاعك، واضح انك اسطوره فنون قتاليه متنقله. والكمساري بيصدق نفسه بيعيش الدور انه مقاتل فنون قتاليه فعلا، وبيقول له جوبي تصدق صح انا كنت بتفرج على افلام جاكي شان كتير وعجبتني. في الوقت ده بيدخل عليهم جوبي الوردي، ولما بيعرف ان اللي في الارض ده اتعرض لابو نسب بيرميه من القطر. وبعد شويه ابو سميره وامها بيعرفوا جوبي الوردي انهم مش قرايب ولا حاجه، بيمسكهم يضربهم وبيكون هيرموه من القطر. بيفضلوا يتوسلوا لجوبي عشان ينقذوا منه، واخيرا جوبي بينقذهم، وبالتالي ابو وام سميره بيعرفوا الحقيقه وان جوبي ما ضربش ابو سميره ولا حاجه، وانما هو اللي استفزه وشتمه عشان يضربه قدامها. بيجي جوبي الوردي وبياخد الخواتم من بابا وماما، بيلبسهم لجوبي وسميره وبيعلنهم خطيب وخطيبه. وبنروح بعد كده الاغنيه هنديه ماتينا بنت لذينه تمام التمام، بيتم فيها الاحتفال بخطوبه جوبي وسميره الخطيره. بتخلص الاغنيه ورجاله قريشي بيوقفوا القطر وكل الرجال بينزلوا يهربوا، بما فيهم عائله سميره وجوبي الوردي اللي العصابه بيضربوه ويوقعوا على الارض. في هذا التوقيت جوبي بيبدا يطارد العصابه في الغابه ويقلب عليهم الطاوله، وبيدخل معاهم في معركه ناريه مشتعله يصنع منهم البطاطس المقرمشه. وطبعا سميره واهلها مش بيكونوا مصدقين هو ازاي جوبي قوي كده، اللي اخيرا بيهرب البنت مع جدها من المكان، وبيرجع تاني للعصابه عشان يهاجمهم ويقاومهم ويخلص عليهم. جوبي بيقاتل بالسكينه، ماشي بالسلاح، ماشي بالايادي، ماشي ونازل فيهم طحن وديني ما نرحمهم. وبعد الكثير من الكر والفري والسحلي والفحلي بينجح انه يخلص عليهم كلهم. بيقف بعد كده مع عيله سميره والاخيره بتقول له ما كل هذا الاكشن يا عم الحاج انت. بيبدا يحكي لهم قصته وانه اسمه الحقيقي في سوام. كان ذات يوم ماشي مع عيلته بيحتفلوا، وفجاه بيظهر رجاله العصابه المهربيين وبيخلصوا على عيلته كلها، وهو الوحيد اللي بيكون لسه حي فيهم. بيكون حزنان مدريان على اهله. وهنا بيظهر القائد الحربي بيقول له ان المهربيين هم اللي خلصوا على عيلتك. بيسالوا عن اسمه فبيقول له في سوام، والقائد الحربي بيقول له اعتبرني عيلتك من النهارده. وبنشوفه بالفعل بيقضي ايامه مع القائد الحربي وعيلته. وذات يوم القائد بيقول له انا هعلمك ازاي تجيب حق عيلتك. بنروح للمستقبل بعد كام سنه وبيكون في عصابه بينظموا عمل مهربي في الهند، ولكن في سوام بيكون حاضر ومهمته هي انه يخلص على المهربيين وينقذ البلد. في سوام بيكون معاه جيتار جواها العده كلها، وبيظهر في الوقت المناسب بيطلق النيران على رجال العصابه اللي بدورهم بيحاولوا يقاوموه هم كمان، ولكن ابلع ولعك. بتمر حبه ايام زي الفل كمان، وفي سوام بيطرد المهربيين من مكان للتاني، وده لانه دخل الجيش مع القائد الحربي اللي تبناه وتحول لوحش كاسر عاوز ينتقم لعيلته اللي المهربيين خلصوا عليهم. وطبعا في سوام من ساعتها وهو ما رحمش حد.
حد، طارد كل العصابة في جميع أنحاء البلاد وأثبت جدارته وإنه محارب فتاك ما فيش من أمه اتنين. بنشوف إن أخته الصغيرة هي كمان دخلت الجيش وبقت زميلة وهو فرحان بيها. وذات يوم فسوان راح في مهمة خطيرة لأبعد الحدود، المرة دي بيهاجم ويقرأ أشرار ولازم يخلص عليهم كلهم واحد ورا التاني. وبنشوف حبة أكشن زي الفل عزيزي المشاهد الناري. وبصراحة الفيلم في الآخر رتم مرتفع بدرجة كبيرة. القائد الحربي بيقول لفسوان مع فارم عليك يا ولدي، انت انقذت المتفجرات، يلا بقى ان الاوان تنقلها. في اليوم اللي بعده بالفعل فسوان بيتحرك عشان ينقل البضاعة. رجالة العصابة بيهجموا على البيت بتاع ابوه، اخته بتحاول تتصدى لهم ولكنهم بيخبطوها يغمى عليها، بيمسكوا بابا وماما يكتفوهم ويعملوا من صوابعهم البطاطس المقرمشة. وهنا القائد الحربي بيظهر بسالة وشجاعة منقطعة النظير، والعصابة بيخلصوا عليه وعلى مراته. ولما فسوان بيوصل البيت بيلاقي اخته حزنانة مدريانة على بابا وماما، وبيحزن هو كمان معاها وبيفتكر الذكريات مع اهله. وبنشوفه واقف قدام جزنتهم وبيحرقوها كما هي العادة ومع اصحابه. بيراجع الكاميرات وبيعرف اعضاء العصابة، بل وكمان بيحددوا اماكنهم وبيعرفوا انهم في ايطاليا. وبكده بنفهم انه فسوان كان في ايطاليا اساسا عشان يخلص على العصابة وينتقم لاهله مش اكتر، وان اللي كان بيحبسهم في العربية دول مش نصابين ولا حاجة وانما دول من اعضاء العصابة. فسوان بيزنق الرجالة وبيخلص على اول اتنين منهم، وبعدين بيكمل مطارداته وبيعمل فيهم زي ما عملوا في ابوه وامه، بل وكمان بيولع فيهم. الدور بيجي على اللي بعده وبيزنقوه بالطريقة، بيلفوا جهاز حوالين رقبته عشان يخلصوا عليه. بالفعل بيتم التخليص عليه وبيحصل فيه زي ما حصل مع ابوه وامه. وذات يوم بيكون بيخطط مع زمايله اللي بينهم ابو البنوتة الصغيرة اللي بيكون قناص وبيغطيهم من بعيد وهم في المهمة. بيقتحموا اوكار العدو كما هي العادة عشان يخلصوا على زعيمهم اللي خلص على ابوه وامه، وفسوان نازل فيهم طحن مش رحمهم عزيزي المشاهد. واخيرا بيزنق الزعيم بيخلص عليه. ولما بيخرجوا كارثك ابو البنوتة بيتصاب من قناص تاني، حتى صديقه هو كمان بيتصاب، وفسوان بيكون عاوز ينقذهم وبيفضل يتحرك ويتخفى لحد ما بيوصل للقناص، وبينجح انه يخلص عليه ويعمل منه بطاطس مهروسة ويحدفه من فوق. بيتفاجئوا ان في رجال شرطة بيظهروا جنب جثمان صديقهم، وبيقف فسوان وصاحبه يتكلموا عن صديقهم وان بنته في خطر ولازم ينقذوها، وده واجب مش مجرد مهمة بيأدوها. بنرجع للحاضر والعيلة بيتفاجئوا ان فسوان شهم ونبيل كده، وفسوان بيعرفهم ان في النهاية كل الخطوط بترتبط ببعض، وانه عرف ان في زعيم مهربيين عاوز يخلص على البنت، وهو هنا عشان يستأصل العصابة دي من الجذور وعن بكرة ابيها. على جانب العصابة بقى قريشي بيمسك الرجالة اللي كانوا معاه في القطر وبيفضلوا يتحايلوا عليه ويترجوه عشان يسيبهم. الضابط بيقول له انت بطل وانا بحترمك جدا، لو سمحت سيبني بقى بليز ابوس ايدك. في هذا التوقيت جوبي الوردي بيفوق بيتكلم مع قريشي بكل شجاعة، بيقول له يلا اطلق علي النار ودوس الزنات فرجني انت راجل ازاي. قريشي بيرد عليه وبيتكلم كزعيم ويقول له انا الاول هندمكم ندم عمركم، بينما جوبي بيعمل نفسه كبس عليه النوم وملاه من كلامه. بيرد له الكلام بيقول له انت فاكر نفسك زعيم وانت لا تساوي شيء اساسا. بيجي باتشي وبيسال قريشي من اللي لابس بينك ده، فبيقول له ده جوبي، وباتشي بيقول له لا مش هو، انا بعت لك صوره جوبي. ولما بيشوف الصوره بتاعت جوبي الحقيقي اللي هو فسوان بيتفاجئ، بيتصل بزميله بيساله عن اللي في الصوره، فبيقول له ده فسوان بيشتغل في مكافحه المهربيين وهو اللي خلص على كل رجالتنا في ايطاليا، نصيحتي ليك تبعد عنه والا هيخلص عليك، اهرب وانفد بجلدك يا قريشي. قريشي بيتصل بفسوان وهو مستغني عن نفسه وبيقول له البنت وجدها معايا دلوقتي، انا وصلت لهم بالطريقه. وفسوان بيستنتج ان العصابه وصلت لهم عن طريق الموبايل اللي ادى ظابط لجده. بيركب العربيه وبيمشي مش شايف قدامه ولكنه بيقع في الفخ وبيمسكوه. قريشي بيعرف فسوان انه خلص على ابوه بالسيف، وكمان بيعرف الجد ان ابنه ابو البنت الصغنونه حياته انتهت. البنت بتحزن والجد بيتصدم، وفسوان بيقول لهم ما تصدقهوش ابنك بخير، ولكن قريشي بيقول للجد ان السبب في نهايه حياه ابنه هو فسوان، وبيدي امر انهم يخلصوا على البنت. وبالفعل العصابه بيحطوا الكيس البلاستيك على وشها وبيترجوهم بيوقفوا. قريشي بيقول للجد خد السكينه دي خلص على فسوان بيها وانا هرحم حفيدتك يا جدو، وبالطريقه بيقدر يقنع جده انه يخلص على فسوان. وبالفعل هذا ما حدث والجميع كانوا حزنانين مدريانين. قريشي بيقول لفسوان انا اللي هنتصر في الاخر، وانا فسوان بيضحك وبيحصل الهجوم الناري من قبل رجال الحربيه اللي بيقتحموا المكان وبيكون معاهم اخته فسوان اللي جايه هي كمان تنتقم للي حصل لاخوها وابوها وعيلتها. بيعالجوا فسوان وبيرجع للعصابه يعمل منهم بطاطس مهروشه وجبنه رومي بالتتبيله، بيزنقهم واحد ورا التاني وهاتك يدعك وفن يوجعك وابلع لك لحد ما بيمسك الضابط الفاسد وبيخلص عليه بطريقه الثعبان المائي. جده بيجري ووراه العصابه، وهنا بتكون المفاجاه ابو البنوته الصغيره بيظهر وبيكون حي. وبنرجع فلاش باك وبنعرف ان اللي مسكوه انقذوه وحبسوه عشان يذلوا رجال الحربيه، بينما زمايل فسوان انقذوه بسلام وامان. واخيرا البابا بياخد البنوته في حضنه وجده بيعيط وفسوان بيعيط وانا كمان بعيط. بيقطع علينا اللحظه الرومانسيه
الجميلة دي قريشي. ففسوان بيروح يزنقه بالطريقة دي برجله وبيقول له انت مجرد زعيم عويل ما تقدرش تعمل لنا اي حاجة، وبعدها عينك ما تشوف الا النور عزيزي المشاهد الناري. فسوان بيدخل معاه في قتال مفتري يعمل منه حمام محشي بالفريك. قريشي بيقول له فسوان انا عندي اتباع في الهند كلها والابطال بيهاكروا اللاب بتاعه وبيخترقوه بيعرفوا كل معلوماتهم، ودي بتكون النهاية السعيدة الجميلة. العصابة بتقبض عليها بينما فسوان شملوا الجماعة مع جوبي الوردي وابو البنوتة، وبنعرف ان ابو البنوتة يبقى ابن عم سميرة وهو اللي طلب من فسوان يخلي باله من بنت عمه الموجودة في ايطاليا. يا سلام، اما قصة عبرة بصحيحة. ولحد هنا يكون ملخصنا انتهى، ونشوفكم في ملخصات جديدة. فما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتشاركونا براكم في الكومنتات عشان نتكلم مع بعض حبة كلام زي الفل. الفيلم ده من تسجيلي وتلخيصي ومونتاجي، كان معكم اخوكم الناري محمد الشامي من قناتكم ملخصات بتعليق ناري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.